مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد. كنت معاكم من خلال في رمضان 30 فزورة ب30 مسلسل العبد لله اللي عاملهم ب60 فنان. طبعا اللي انا بعمله ده محدش ولا هيعمله في مصر ولا الوطن العربي. لو جبته محمد رمضان ذات نفسه مش هيعمل اللي انا عملته. ده مش غرور، يعني الحمد لله. وطبعا عامل لكم يعني مفاجآت بعد العيد. من اول هعمل لكم افلام السينما المصرية من اول آه، السينما المصرية لغاية وقتنا هذا، يعني زي ما انتوا عايزين بقى 2000 3000 آه، فيلم بممثلين، يعني الحمد لله. فكان في واحد بعت لي بيقول لي: هو انت مين بقى حضرتك؟ يعني انت مين؟ طبعا هو معذور، يعني ما يعرفش انا مين او كده. يعني قبل ما السوشيال ميديا تطلع، يعني انا بادئ وانا عندي 16 سنة، وعملت حلقات مع نجوم كبار. ما يعني مع الفنان محمد عوض عملت معاه حلقة ووائل نور. كنت لحقت الفنان محمد عوض في اخر ايامه، كان عنده 16 سنة، وعملت حلقات كتير كتير كتير. فطبعا ما كانش فيه السوشيال ميديا، كانت لسه. فطبعا هو ما يعرفش يعني انا مين، فانا بحب اعرفه يعني. وعملت بقى يعني الحمد لله. انا كنت يعني المشاهد والافلام اللي انا بعملها في السوشيال ميديا دي، أنا كنت بعملها في التلفزيون في القناة الرابعة. مع يعني عندي 18 19 سنة، مع الإعلام الكبير علاء وحيد. كنت بالصوت والصورة وتليفون الجوائز. يعني اللي أنا كنت بعمله ده، يعني بالله الحمد أول واحد أعمله. والقنوات الفضائية أخدتها وعملتها مني، يعني لله الحمد. زي ما مثلا انتوا بتقولوا ان الزعيم عادل امام تاريخ وهو زعيم الفن، فانا يعني ما بقولش زعيم، انا بقول انا برضو تاريخ فني في التقليد. الحمد لله. 30 سنة، 30 سنة. ويعني بتحدى، مش بتحدى يعني اي حد يعني عنده، يعني في فنانين كبار وبيقلدوا. اتحدى اي حد ان هو يعني مثلا يقول لك انا ايه، لان انا بعمل ممثلين بتوع زمان وبواكب الممثلين بتوع الايام دي. يعني مثلا انا